بطولة محترمة دفاعيا أمام منتخب قوي جدا هجوميا وهو منتخب نيجيريا. طيب، بما إننا بنتكلم عن الماتش ده، وزي ما معودينكم دايما بنتكلم كل يوم عن قصة لاعب أو اتنين، وبما إننا إن شاء الله متوقعين تجاوز الجزائر لمنتخب نيجيريا، وحكينا ليكم الحلقة اللي فاتت عن قصة عادل بولبينة، فالنهاردة هنحكي لكم على لاعب جديد وظاهرة جديدة داخل بطولة أفريقيا وداخل القارة الأفريقية، عشان لو نيجيريا ودعت عندنا لسه قصص كتير عن منتخب الجزائر. النهاردة اللاعب اللي هنتكلم عليه هو فيكتور أوسيمين، بمناسبة مباراة نيجيريا والجزائر أو الجزائر ونيجيريا. بائع المياه الذي عانق المجد وحارب الملاريا. فيكتور أوسيمين نجم معروف جدا على مستوى الكرة الأوروبية والكرة الأفريقية، ومهاجم شرس جدا تمرس في الدوريات الأوروبية، في الدوري التركي، الدوري البلجيكي، الدوري الألماني والدوري الإيطالي، عندما حصل مع نابولي على بطولة الدوري وزرع صيته في هذا الوقت. المهاجم السفاح كما يطلق عليه، لكنه عنده قصة كبيرة وملهمة جدا لفيكتور أوسيمين، ورحلة كفاح كبيرة جدا حارب فيها العنصرية وحارب فيها المرض وحارب فيها الفقر على مستوى الأسرة. فيكتور أوسيمين بائع المياه في لاجوس الذي حارب الملاريا والذي يعانق المجد. في 27/9/98 ولد فيكتور أوسيمين في قرية اسمها أوريجون في دولة في نيجيريا يعني، ومع طفولة بائسة وسط أسرة فقيرة ومدينة تحيط بها النفايات من كل اتجاه. فيكتور أوسيمين بيعيش طفولة سيئة جدا، لأنه الأسرة مستواها المعيشي صعب، الفقر يحيط بهم. كان بيروح المدرسة الصبح، بعد الظهر بيشتغل كبائع مياه، بيبيع أكياس المية في لاجوس النيجيرية، دي رقم 2. رقم 3، في الليل بيروح يتمرن على كرة القدم، اللعبة الذي يحبها ويعشقها في القرية عنده. وهنا كان هدفه التقدم ومساعدة أسرته نحو غلاء المعيشة والظروف المادية الصعبة. وعاش فيكتور أوسيمين مع إخوته وأخوه الأكبر منه يحارب في قصة بيع المية، لعب كرة القدم والدراسة خلال وجوده كطفل، وما كانش يعرف في الوقت ده إنه هيعانق المجد. الولد اللي كان بيعشق نادي تشيلسي البلوز الذي ينشط في الدوري الإنجليزي، اللي كان في غرفته كل صور نجوم البلوز في صغره اللي كان بيتفرج عليهم في التلفاز. كان بيعشق نادي تشيلسي وبيحلم تملي باللعب لهذا النادي منذ الطفولة. فيكتور أوسيمين اللي وصل 17 سنة، وبيجي في عمر 16 سنة بيجي إيمانويل إيمونيكي أسطورة نيجيريا، بيعجب جدا باللاعب اللي بيلعب في أكاديمية صغيرة جدا، وبيكتشفه وبيضمه لمنتخب الشباب تحت 17 سنة. ومن هنا بتبتدي رحلة فيكتور أوسيمين مع الكورة، وبيقدم أداءات عظيمة وبيسجل 10 أهداف مع منتخب نيجيريا تحت 17 سنة. وبعد موسمين بتشوفوا كشافين فولسبورج الألماني، وبيقدروا ياخدوه لصالح اللي يعني يلعب في فولسبورج لناديهم. لكن لما بيوصل فولسبورج تحصل له مشكلة كبيرة وبيجيله مرض الملاريا، وبسبب بروتوكول علاجي كبير لم ينجح في الدوري الألماني في أول موسم، وبتم إعارته لنادي شارليروا البلجيكي، وهناك بيفوز معاهم بالدوري البلجيكي وبيحقق الدوري البلجيكي. بيرجع فولسبورج بيشتريه شارليروا مقابل 3.5 مليون دولار، وبعد موسم واحد بينتقل إلى نادي ليل الفرنسي مقابل 22 مليون دولار، وبعد موسم واحد بينتقل إلى نابولي الإيطالي مقابل 80 مليون دولار، وبيحقق الدوري الإيطالي بعد ما حقق الدوري البلجيكي، وبعدها بينتقل لجلطة سراي التركي ب 75 مليون دولار. نجم
كبير جدا. النهارده تقدر تسمع وتعرف انه مشارك في الجمعيات الخيريه في نيجيريا، انه لاعب بيتبرع كثيرا بالمال لاحياء قريته، بينشأ المدارس والمستشفيات من اجل احياء بلدته وقريته، بعد ما شاف طفولة بائسة جدا صعبة جدا وسط أسرة فقيرة جدا، لكنه بائع المياه الذي عانق المجد وحارب الملاريا كان نجمنا هو فيكتور أوسيمين. دي كانت حكاية